السلام عليكم يا جماعة. آه، أنا عايز أتكلم بس كلمتين عن ماتشات النهاردة. آه، بكل هدوء يعني. الصراحة وبدون مبالغة أو مكابرة، السنة دي أكتر سنة الأهلي يستحق فيها بطولة الدوري. وأنا بقالي حوالي مثلا 34 سنة بشجع الأهلي، وعمري ما شفته بالسوء ده. وبقولها بكل صراحة يعني وبدون مكابرة، الأهلي السنة دي لا يستحق غير بطولة السوبر المصري اللي فزنا بيها في بداية الموسم على الزمالك. ودي البطولة الوحيدة اللي الأهلي استحقها صراحة. كأس مصر احنا استهترنا فيه وحسينا إنها مش بطولة مهمة، وكان سهل جدا إن احنا ناخدها. وفي سنين عمري في تشجيع الأهلي يعني عمري ما شفته بالسوء والتخبط الإداري ده. وأتمنى من يعني والإداري والفني، يعني بداية من إقالة كولر وبعدها أدار المهمة مؤقتا النحاس، اللي كان المفروض يعني من رأيي الشخصي المتواضع يروح بالفريق كأس العالم. وساعتها كنا قيمنا التجربة بالسلب أو النجاح، لكن كملنا بالأخطاء باستخدام مدرب جاي عن طريق لينكد إن عشان كان بيدرب فريق في أفريقيا يعني. والفريق ده ما عملش حاجة، ما حققش الدوري ولا حاجة، كاس جنوب أفريقيا و... ولعب النهائي قدام بيراميدز واتغلب. لا، ما لعبش النهائي قدام بيراميدز، اتغلب من بيراميدز وخرج، او لعب قدام بيراميدز النهائي واتغلب. انا مش متذكر قوي يعني، بس الاخ الاسباني اللي اسمه ريبيرو ده شبه الباكستانيين. نهاية بالاخ بتاع الجبنه الدنماركي التربي ده، اللي اصلا الدنمارك ما فيهاش غير جبنه دنماركي وشكرا على كده. وهم عالم بارده. ومن رأيي المتواضع حتى دوري سيد عبد النعيم اللي دوري سيد عبد النعيم اللي احنا عاملينها في اخر ماتش، يعني في اخر يوم اخر ماتش في الدوري احنا ضيعنا كميه جوان ما تضيعش. محمد فضل مضيع جولين ما يضيعوش من جوه الجون. من رأيي المتواضع ان ما كانش بنفس سوء الموسم ده. ولم تخن الذاكره، ما حصلش قبل كده هو في موسم واحد، في موسم او اتنين، ان الاهلي يعني ما حصلش قبل كده هو الا مثلا في موسم او اتنين ان الاهلي يتعادل 8 ماتشات ويخسر 3 ماتشات. يعني اجمالا الاهلي خسر حوالي 25 بونت. وكمان كارثه انه دخل في مرمانا ممكن 24 هدف و 25 هدف، واحنا كنا في اوقات كتير قوي بنخلص الدوري دخل فينا 10 جوان 12 جون. آه، احنا في سنه من السنين في 1974 75 طبعا دي انا ما حضرتهاش، دخل فينا 5 اهداف ولعبنا ساعتها 34 ماتش ماشي، ودخل فينا جولين قصدي ولعبنا 34 ماتش. لكن 2005 2006 طبعا دي انا حضرتها، دخل فينا 6 جوان من 26 مباراه، 6 جوان من 26 مباراه. واعتقد كان واقف لنا شريف اكرامي ماشي. آه، فصراحة يعني هقول لك بكل صراحة، نادي الزمالك أو بيراميدز هم اللي يستاهلوا البطولة. وأنا الصراحة أكتر حاجة فرحتني إن الزمالك ما خدش الكونفدرالية. إذا سألت أي زملكاوي بيفهم كان هيقول لك الكونفدرالية كانت أهم. علشان علشان تحل لهم مشاكل القيد، مش أهم يعني كقيمة يعني الدوري، لا أهم عشان الفلوس. كانوا ياخدوا 4 مليون دولار ويحلوا مشاكل القيد. إدارة الزمالك أصلا من الإدارات يعني اللي فكرها محدود، ما عندهاش غير بلان لو البلان ده فشل ما عندهاش بلان بي ولا بلان سي والكلام ده. فهم دلوقتي بيلفوا على نفسهم عشان خاطر الفلوس بتاعت القيد. فأنا كان عن نفسي فرحان إنهم ما خدوش البطولة. لو كانوا خدوا البطولة كانوا دفعوا فلوس القيد وكانوا يقدروا يجيبوا، وكان ساعتها بعديها كنت متأكد مليون في المية إنه هياخد الدوري. فكانوا يلعبوا في بطولة أفريقيا ويحلوا مشكلة القيد والدنيا كانت هتبقى حلوة معاهم. لكن هو حاليا بالنسبه لي انا مش هبقى زعلان ان هم ياخدوا الدوري، عادي خالص، عادي خالص ياخدوا الدوري. انا بالنسبه لي ان هم يفضلوا في مشكله الفلوس دي وعبال ما يحاولوا يحلوها يعني هتاخد وقت. والنهارده جالهم ايقاف القيد 18 بسبب فلوس بزياده ماشي. آه وكمان الدوله اللي هي من الاساس لولاها كان الزمالك بيلعب في الدرجه العاشره. ومنذ قديم الأزل معروف إن الزمالك نادي الدولة، بس هما بينكروا الموضوع ده علشان لما بياخدوا بطولة بيبينوا إنها بطولة إعجازية وإنهم بيحاربوا الكوكب كله. لما يفشلوا يقولك إحنا بنتحارب من دولة كاملة. سبحان الله، أكتر فريق بيعرف يضحك على جمهوره وبيهم جمهوره بالكذب.
واقول لك حاجه، اغلب جماهير الزمالك يعني بتصدق الكلام ده للاسف. آه، فالنهارده انا مش فارق معايا هم اخدوا الدوري ولا ما اخدوش الدوري، انا كان اهم حاجه عندي الكونفدراليه انهم ما اخدوش الكونفدراليه. اذا سالت اي زملكاوي يقول لك هو زعلان انه ما خدش الكونفدراليه عشان الفلوس. طارق يحيى بنفسه قال لك انا زعلان ما خدش الكونفدراليه عشان خاطر الفلوس، مش عشان خاطر البطوله مهمه. ماشي، اليوتيوبرات بتاعت الزمالك كلهم قالوا كده. ماشي، وهم لو خدوا الدوري السنه دي خلاص، هم خدوا الدوري، بيراميدز خد كاس مصر واحنا خدنا الكاس السوبر، يعني كل فريق واخد بطوله. بس ايه، اصحوا لا يغفلوكم، خلي بالكم احسن ممكن تتغفلوا النهارده، تتغفلوا. وكده كده السنه دي سنه كبيسه، الزمالك والنصر والارسنال الغلابه اللي ما خدوش بطولات، خلوهم ياخدوا بطولات ويفرحوا. بس لازم الزملكاويه يعرفوا ان هم نادي الدوله، ان هم هيلعبوا في افريقيا رغم القدمه وقوف، وهيتعمل لهم استثناء. هنا وريده دلوقتي بيعمل لهم استثناء عشان ما فيش حد بعد كده يجي يقول لك الاهلي نادي الدوله والزمالك بيتحارب لوحده. وعراء الدردير لما قال لك ان احنا بنقول ان الزمالك بيتحارب والزمالك مظلوم، وندعي المظلومين عشان ناخد حقنا وزياده. ماشي، فهم معروفين، يعني معروفين ان الزمالك اكتر فريق بيتساعد من الدوله، لولا الدوله انها بتساعده. ماشي، كان زمان دلوقتي اصلا، كان زمان قفلوا النادي. لو اذا كانت قرارات فعلا جوهر نبيلتي حقيقيه ان هو اي مجلس اداره ماسك نادي وعليه فلوس ما ينفعش يمشي غير لما يدفع الفلوس دي، وان الوزاره مالهاش دعوه بالانديه ومش هتساعد الانديه، ده هيبقى قرار كبير جدا. واتمنى يتنفذ يعني قرار اللعب المالي النظيف. لو تنفذ قرار اللعب المالي النظيف الزمالك واغلب انديه الشركات مش هيلعبوا في الدوري. ليه؟ اللعب المالي النظيف ده بيقول لك ان الموارد اللي بتدخل لك ماشي تبقى اكتر من الفلوس اللي بتصرفها على الايه، على الفريق. واحنا الحمد لله الفلوس اللي بتخش لنا اكتر من اللي بنخرجها. والحمد لله السنه اللي فاتت عملنا الميزانيه وطلعنا احنا كسبانين فلوس، والسنه دي دخل لنا حتى الان لسه الدوري ما بداش، حتى الدوري السنه الجايه ما بداش، دخل لنا يعني عاملين تعاقدات يجي 3 مليار. ماشي، وقفلنا خلاص التيشيرتات، يعني الاعلانات بتاعت التيشيرتات ما شاء الله. واداره شركه الكوره دي محققه فلوس، وعندنا يعني الفروع محققه فلوس كبيره جدا. ماشي، فلو اتحقق نظام اللعب المالي النظيف ده بيراميدز مش هيلعب في الدوري، والزمالك مش هيلعب في الدوري، محدش هيلعب في الدوري عشان هما بيشتروا اللعيبه وما بيكسبوش، مفيش ادخالات عندهم. ولازما اي نادي مثلا شركات لو عنده ملعب يلعب في الدوري، ما عندوش ملعب المفروض ما يلعبش. ماشي، المفروض الحكومه والدوله تستفيد منه ان هو يشتري ملعب او يبني ملعب. ماشي، كفايه ان الزمالك يعني في تاريخ الناس اللي كانت ماسكه الاتحادات في مصر كلهم زملكاويه. ماشي، اشرف صبحي، هاني ابو ريده، اشرف عبد العزيز اللي ماسك الاعلام، كلهم زملكاويه، كلهم زملكاويه. فما تجيش تقول لي تضحك عليا وتقول لي نادي الدوله وان الموسم ده اعجازي. لا، مش موسم اعجازي ولا حاجه. موسم اعجازي ليه؟ انت اللي وقعت نفسك في المشاكل دي. كنت قاعد تتكلم عن مرتضى ومش مرتضى سايب لنا 5 قواضي مش 5 قضايا. انت مرتضى سايب لكم 5 قضايا وانتوا زودتوهم بقوا 13 قضيه. وانتوا اكتر فريق اشتريتوا لعيبه السنه دي، بس انتوا عشان خاطر مش معاكم فلوس ما عرفتوش تدفعوا فلوس للعيبه وتدوهم رواتبهم، فرفع عليكم قواضي. اكتر فريق اشترى لعيبه السنه دي الزمالك، اكتر فريق. وكمان الزمالك يقول لك ايه لما يحصل فشل، يقول لك احنا ما عندناش لعيبه، احنا غلابه، احنا بنلعب بركه دعاء الوالدين. ولما يفوزوا في ماتشات وياخدوا بطولات ويفوزوا في البطولات ويفوزوا في ماتشات وصلوا لنهائي الكونفدراليه، يقول لك ايه بزيرة احسن لاعب في مصر، حسام عبد المجيد احسن مدافع في مصر، محمد شحات احسن نص ملعب في مصر، عبد الله سعيد احسن بلاي ميكر في مصر، فتوح وبنتايج افضل باكات شمال واطراف في مصر، محمد اسماعيل افضل مدافع في مصر، المهدي سليمان افضل حارس في مصر. طب ما انتم عندكم افضل لعيبه في مصر اهو، افضل لعيبه في مصر، امال بتشتكوا ليه وبتقولوا احنا السكواد بتاعنا قليل؟ سبحان الله، مالكمش ماسك، مالكمش ماسك. تتغلبوا تقولوا احنا ما عندناش لعيب، ده احنا بنعمل، ده احنا لكم في عنا. تفوزوا الله على الاعجاز، احنا اللي بنعمله ده اعجاز، اللي بنعمله ده حاجه جامده، ده احنا لعيبتنا احسن لعيبه في مصر، او لعيبتنا احسن لعيبه في افريقيا. ما ترسوا على الحل، انتوا عندكم لعيبه حلوه ولا ما عندكمش لعيبه حلوه؟ انتوا بتحاربوا من الدوله ولا الدوله واقفه معاكم؟ ولف بينا يا دنيا. واخيرا وليس اخيرا،
حصلت المفاجأة مع إنها صعبة جدا، وحصلت الإعجاز وخدنا الدوري وبقى خير وبركة، وإحنا دلوقتي بنصلح. وأحلى حاجة في إن إحنا بدأنا نصلح، وإحنا كده كل 5 سنين بنسيب دوري سنة سنتين وبنرجع أقوى. الزمالك آخر 10 سنين واخد 2 دوري، ماشي. فأنا فرحان إن إحنا ماشيين في الطريق الصحيح، وأتمنى إن إحنا نختار المدرب بسرعة، عشان المدرب هو اللي يجي يختار اللعيبة، واتمنى ان احنا نتفاوض مع واحد اسمه علي حمدي من طلائع الجيش، وادهم حامد ده مش عارف اسمه ادهم حامد ولا ادهم طارق، نص ملعب. الواد ده شبه عمرو السولية بالظبط طريقة لعبه. وعلي حمدي ده لعيب بيلعب 6 و8، وهو حاليا فري من طلائع الجيش. اتمنى نتفاوض معاه، واتمنى نلحق نتفاوض بسرعة مع المدرب، علشان خاطر هو اللي يختار اللعيبة، عشان ما نغلطش غلطات ان احنا نشتري لعيبة ونقول للمدرب اللعيبة اهي، وفي الاخر المدرب اللي كان مش عايزهم. وانا هقولها للمره مليون، انا اقسم بالله ما فارق معايا الزمالك ياخد الدوري، وليا ناس اصحابي غلابه عايزهم يفرحوا، وانا كمان حمايه زملكاوي عايزه يفرح، ماشي. حمايه زملكاوي عايزه يفرح، خليه يفرح. وعندي ابن صاحبي حبيب قلبي سامر الكناني، احمد ابن سامر الكناني زملكاوي وحبيبي، عايزه يفرح، وعايز سامر يفرح، ماشي، وعايز حمد عبد الوهاب يفرح. الصداقه حبيب قلبي ابو الصحاب. فالناس دي زملكاويه حبايبي، وعمو محمد رسلان حبيبي، وعندي عمي زملكاوي حبيبي، كلهم دول زملكاويه عايزهم يفرحوا. عشان كده يعني لو خدوا الدوري مش هزعل، كل 5 سنين ياخدوا الدوري مره مش هزعل. بس اصحوا لا يغفلوكم، الزمالك ممكن يتغلب وبيراميدز ياخد الدوري، او الزمالك يتغلب وبيراميدز يتعادل واحنا ناخد الدوري، او يحصل مفاجاه الزمالك يتغلب وبيراميدز يتعادل واحنا نتغلب، ماشي، وما نلعبش اصلا افريقيا. فكل حاجه وارده، بس اتمنى تحصل الاعجاز وناخد الدوري، مع اننا ما نستاهلش الدوري برضه. وشكرا على استماعكم لكلامي، واتمنى يعني اكون وضحت كل حاجه، واتمنى يعني ان انا اكون خفيف عليكم. شكرا. احنا مع الاهلي على الحلوه والمره، دايما مع الاهلي، هو دايما تاجر السعاده لينا. السنه دي سنه من السنين اللي هننساها وهنصلح فيها، وهنبدا نصلح صح. وشكرا ليكم، كل سنه وانتم طيبين. السلام عليكم.